تعالى تعالى تعالى. زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك كل ده؟ ايه اللي خنقك؟ مبدئيا كده خليني احكي لك على كام حاجه هيريحوك نفسيا. هو يعني كان سيدنا زكريا يحلم يخلف بعد ما بقى عجوز وزوجته عاقر ما بتخلفش؟ طب يعني سيدنا يونس كان يتخيل انه يخرج من بطن الحوت؟ طب بالله عليك سيدنا ابراهيم كان يعرف انه لما يترمي في النار انه هيخرج سليم؟ خلاصة كلام ايه؟ ان ربنا له حكمة، بيأخر لحكمة وبيمنع لحكمة، ولكن في كل مرة بيرتب الامور لصالح عباده. ولما يحسوا انها خلاص اتقفلت واتكتب لقصتهم النهاية، بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لهم فصل جديد وبداية مختلفة لقصة اعظم واجمل. سيب نفسك لربنا زي الريشة في الهواء، يوديك مكان ما يحب، واقبل قراراته واقداره بكل هدوء. ربك بيخلق كل شيء بحكمة، وانت شيء من كل شيء، فاكيد حكمة ربنا هتنجدك وتلحقك وتيسر حالك وتحوطك وهتمدك بالطمأنينة والأمان. لسه زعلان؟